فالنهارده جايلك على 5 طرق او 6 طرق هتقولي بيها ان انت عايزه العلاقه دي او العلاقه الزوجيه من جوزك بدون احراج خالص خالص. ده بالعكس، طريقتك واسلوبك وكلامك والكلام اللي انا هقوله لك ده هيخليه ايه ده ايه ده عايزين ده وحشاه ده مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا جريء 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 محترم 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 محترم. البنات اللي تبقى عندها شهوتها عاليه شويه، اللي تبقى عايزه جوزها بس مكسوفه تقول له، اللي تبقى عايزه دايما تعمل علاقه بس هي مش عارفه تجيبها ازاي، جوزها مشغول، جوزها مش في دماغه، جوزها فيه وفيه وفيه، ولكن يا دينا انا عايزه اقول له بس محرجه، عايزه اطلبها بس مكسوفه. النهارده جايلك على 5 طرق او 6 طرق هتقولي بيها ان انت عايزه العلاقه دي او العلاقه الزوجيه من جوزك بدون احراج خالص خالص. ده بالعكس، طريقتك واسلوبك وكلامك والكلام اللي انا هقوله لك ده هيخليه ايه ده عايزين ده وحشاه ده مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. فانت بقى يا ست الكل ايه يعني ركزي معايا كده كويس قوي، فيديوهاتي مهمه، ورقه وقلم واكتبي. البنات ما تخشش الفيديو ماشي، الرجاله كده كده اصلا مالناش دعوه بيهم، دول لو مش بايتين اصلا في الفيديو فاكش تنحرق وانت عندي هنا. المهم لو انت مهتمه بقى معايا بالفيديو كملي معايا الفيديو. بس بقى يا ست الكل عايزاكي تركزي معايا قوي قوي في الكلام اللي انا هقوله لك ده وتنفذيه بالحرف. ليه يا دينا؟ عشان هو ده اللي هيجيب النتيجه معاكي. مش عيب ولا غلط ولا حرام انك تكوني عايزه جوزك، دي حاجه ربنا خلقها فينا، ولكن الفكره كلها انك انت تقوليها. تمام؟ تقوليها ازاي؟ لا انا مش عايزه، لا بتكسف، لا مكشره، لا مش عارفه ايه، لا لازم تقوليها عشان دي حاجه حلالك وبتاعتك وبتاعت ربنا. ماشي؟ اول حاجه خالص معانا وهي لغه الجسد. عملت لك فيديو كامل عن لغه الجسد، ازاي تطلبي اصلا العلاقه بلغه الجسد. لغه الجسد اللي بتحسسه ان انت فعلا محتاجاه، اللي بتحسسه ان انت فعلا عايزاه، حبه دلع على حبه الوسه على حبه اغراء بلغه الجسد بتاعتك. الراجل بيلقطها وهي طايره، يعني ممكن يلقط لغه الجسد بتاعتك عن عكس ما تقولي مثلا بلسانك، على مثلا ما تبعتها له مسج، لا لغه الجسد بتاعتك حرفيا اللي بتخليه بيلف حوالين نفسه. الفيديو حرفيا عايزه اقول لك ان انا هحطه لك في اول كومنت مثبت، وكمان هحطه لك في اخر الفيديو، شوفيه واتفرجي عليه، هيفرق جدا جدا معاكي انت كست. بتعودي نفسك تحطي لنفسك كده حاجات اساسيه عشان بيتك يكون كويس. فاول حاجه معانا وهي لغه الجسد. تاني حاجه معانا وهي المداعبه الحقيقيه، الهزار، الضحك، النكش، اللي عارفه اللي هو تحس زي ما قلت لك قبل كده ان انت بتلعبيه بقطه صيامي، بتلعبي في شعره، بتلعبي معاه، بتنكشيه، بتعملوا مثلا هزار، حاجه هزار مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. دي كلها بتفتح باب ان انت ايه يهزر معاكي، تفتح باب معاكي للدلع، تفتح باب ان انت بتنكشيه بتجيبيه ناحيتك حتى لو تعبان، حتى لو هلكان، حتى لو مش في دماغه. ده كله بيفتح باب للحاجات اللي بعد كده. اللي بعد كده وهي التلميح بالكلام، انك انت تلمحي له بالكلام، ما بتقوليهاش صريحه ولكن بتلمحي له. نفسي اقعد معاك النهارده اليوم كله في حضنك مثلا، نفسي النهارده تدلعني عشان وحشني دلعك، نفسي 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 فاكر كذا كذا اللي كنت بتعملها لي، ده انا وحشتني قوي، ده طب هنعملها امتى بقى، هو ليها مواعيد، طب الحجز امتى، طب مش عارفه ايه. الهزار ده حرفيا بيجيب الراجل جدا جدا، طبعا بطريقتك باسلوبك بانثويتك معاه. كل واحده تبقى عارفه راجلها اصلا بيتعامل ازاي، كل واحده تبقى عارفه مدخله منين. وعرفتك في الفيديو اللي قبل كده ازاي تعرفي اصلا نقطه ضعف الراجل اصلا. فانت حته الحاجات دي كلها، الترتيب الفيديوهات بتاعتي مرتبها لك على اساس ان خلاص عرفتي نقطه ضعف فتعرفي تدخلي له، فتعرفي تطلبي منه، فتعرفي تعملي حاجه كويسه، فاليوم هيمشي كويس. ده انا مش عايزه اقول لك ان انا كمان هعمل لك ازاي اصلا ان انت ترتبي يومك وحياتك كلها وولادك موجوده معاكي. عايزه تحسي ان اليوم كله معاكي وولادك موجوده في دلع وفي بهجه وفي الفه كده ما بينكم. دي كلها حاجات احنا بنجاهد فيها واحنا بنتعامل فيها. ليه؟ عشان ربنا يكرمنا، عشان حياتنا كده تكون كويسه وربنا يهدي سرنا كلنا. تمام؟ فده بالنسبه ان انت بتلمحي بالكلام. طيب النقطه اللي بعد تغيير الجو. تغيير الجو بالنسبه لك هو اكبر دليل على انت النهارده عامله له ليله حلوه. الراجل لو جاي من بره شايفك لابسه ومتدلعه، حاطه شموع، في جو هادي، حاطه معطر، الدنيا حلوه، ده في ليله حلوه النهارده. دي اكتر حاجه اصلا. يعني بصي انت ما بتعرفيش تعملي حاجه خالص، حضري الدنيا وحضري القعده، هتحس ان هو ايه جاي لك، ايه الدنيا على ايه النهارده، طب احنا قاعدين النهارده مع بعض ولا ايه، طب احنا هنلعب النهارده ولا ايه، طب احنا مش عارفه ايه، لا والله ده العادي، ده لو انت شايف ان دي حاجه غريبه لا ده خد من ده على طول، هتقدر تسد، هتقدر مش عارفه ايه الحاجات الهزار دي كلها. فبالنسبه لتغيير الجو هو دي حاجه واضحه وصريحه. بصي الرجاله بيعرفوا منها النهارده في يوم حلو. طب النهارده الولاد فين؟ انا وديت الولاد عند ماما.
وديت الواد عند ماما النهارده في حاجه ولا ايه؟ ما اعرفش، تعالى وشوف، ما اعرفش، تعالى واكتشف. بيتك مستنيك، قاعده مستنيه، بعد الساعات، انا ده بشوف الدقايق. الحاجات دي كلها ده كلام بيوحي له ان الدنيا فيها حاجه كويسه وانت النهارده هتتدلع. فكون ان انت النهارده هتتدلع دي لوحدها عند الراجل بالدنيا. النقطه اللي بعد كده وهي الصراحه الانثويه. انت بتكلميه بصراحه جدا بس بانوثتك، يعني بتكلميه وبتقولي له ان انت بتحبي ده معاه، بس بتكلمي تقولي له عايزه اقول لك حاجه كذا، مش هقدر اوضح لك قوي بس يعني حته الصراحه ما بينكم في الموضوع ده. فاكر اخر مره كذا 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 كانت حلوه جدا، كانت جميله قوي، محتاجاها تاني، ناسيه كانت عامله ازاي بس فاكره ان هي كانت حلوه بس انا عايزه افتكرها تاني. الصراحه الانثويه انت بتصرحيه بس مش ببجاحه، بتبقى بدلع، بتبقى بحنيه، بتبقى بنغاشه، بتبقى مش عارفه ايه، بتبقى شقيه. الراجل بيحب الست شقيه جدا جدا، ما بيحبش الست الهاديه، ما بيحبش الست البارده. الراجل ما بيحبش الست البارده، لا بارده في السرير ولا بارده في التعامل ما بيحبش الست البارده بجد، بيحب الست الحركه، بيحب الست الشعنونه اللي ما بتقعدش في مكان، اللي بتقعد تتحرك. الراجل بيحب كده جدا جدا فوق ما تتخيلي. عشان كده تلاقي كده ربنا يعافينا يا رب في الشغل وحواليه الستات بتبقى فراقه، الست مش قاعده على بعضها، فده اللي بيجيب الراجل. لا يا حبيبتي يجيب الراجل ليه واحنا لازمتنا ايه؟ ده انا مراته حلال وده انا اجيبه على وشه. تمام. فحته ان انت الصراحه الانثويه وان انت تتنططي حواليه ومش مش مخليها في نفس الجهد كده، هو ده اللي هو عايزه وهو ده اللي هيجيب معاه اصلا من الاخر. اخر حاجه بقى معايا عايزه اقولها لك ودي من اختك، والله الانوثه مش انك انت ما تطلبيش العلاقه، الانوثه هو انك انت ازاي تطلبيها اصلا، ازاي تاخديها، ازاي يحس ان انت فارقه معاكي الموضوع وان هو مهم وان هو مختلف وان هو انت حباه، غير بقى ان انت ايه اجتهاداتك اللي بعد كده، طريقتك، اسلوبك، تعاملك، بتعملي جو اصلا لنفسك. فاوعي تنكسفي ان انت تطلبي حاجه زي كده من جوزك، لان دي حاجه اساسيه ما بينكم. لو كانت كويسه حياتك كلها هتبقى كويسه، لو كانت مش حلوه حرفيا هتلاقي النكد جايلك وهتلاقيه بيتلكك على كل حاجه، ما عندوش نفس الحاجه، انت كمان مقريفه. بس كده حلوين. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب. ولكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.